اهلا ومرحبا بكم في بودكاست جديد على قناتكم فيروز بودكاست. نتمنى تكونوا في صحه جيده واحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وانتم كتسمعوا هذا البودكاست فين ما كنتوا في الدار، كنتوا خارجين، ولا كنتوا كتسكرولوا بشكل عشوائي في يوتيوب ولقيتوا لاشين ديالي. نبغي نرحب بكل فيروزه يلاه انضمت القناه. مرحبا بك والف مرحبا، وليتي فيروزه من فيروزات الفنات الغزالات الواعيات والمكتملات الانوثه. فموضوع ديال اليوم كباقي المواضيع مهم بزاف. غنعطيك اليوم وغنشارك معك اليوم 5 خطوات باش ترفعي استحقاقك كأنثى. وسبق لي هضرت على الاستحقاق، فغادي نعطيك اليوم خطوات مختصره باش ترفعي استحقاقك وباش تدخلي للعام الجديد وانتي كلك استحقاق وكلك ثقه في النفس، لانه نبغيكم كاملين انكم هذا العام ما يكونش بحال العام الجاي، يكون العام الجاي احسن والعام الاخر احسن. فدائما ديجا حنا راه مشينا في مسار طويل جدا. ديجا المعلومه وصلت لاكبر قدر من البنات، ومازال ان شاء الله انا شخصيا غنكمل في هذا المسار هذا. كيف ما قلت لكم دائما نحاولوا اننا نكونوا احسن نسخه من راسنا. نكون انا احسن نسخه من راسي وتكوني انت احسن نسخه من راسك، والاخرى هكا باش غنزيدوا لقدام وما نبقاوش بلاصتنا، وهكا باش غادي حتى الصحه النفسيه ديالنا غتكون مزيانه، لانه ما بقيناش غير مربعين يدينا وجالسين. لا، كنحاولوا دائما كنسعاو اننا نكونوا في احسن نسخه، وربي ان شاء الله ما غاديش يخيبنا. انا اكيده كيف ما كنقول لكم دائما تكون عندنا الثقه في نفسنا وتكون عندنا الثقه في الله سبحانه وتعالى انه غنوصلوا لاي حاجه بغينا، وبدون بدون التيسير ديال الله سبحانه وتعالى راه ما غادي يكون والو. كونوا اكيدين. فالموضوع ديال اليوم هو رفع الاستحقاق. وما ادراك ما الاستحقاق سبق لي هضرت عليه. هو خا يعطيوني نهار كامل نهضر على الاستحقاق ما غاديش نقدر نكون نجمع المعطيات كامله على الموضوع كامل، ولكن غادي نحاول نلخص لكم الموضوع في 5 خطوات وفي 5 نقاط مهمه. الاستحقاق هو واحد الحاجه اللي خاص ضروري تكون عند الانسان بصفه عامه وخصوصا الانثى، ولكن للاسف الا لقيتها عند وحده ما غلقاهاش عند 20 واحدين اخرين. لهذا واحد الحاجه اللي كنتمرسوا عليها، واحد الحاجه اللي كنحاولوا نفعلوها ونطبقوها، هاد الحاجه اللي ماشي سهله اننا غادي نعاودوا نبرمجوا الدماغ ديالنا عليها. فلهذا الاستحقاق وباقتضاب شديد كيفاش ممكن انني نعرفوا لكم هو انه تامني من الداخل ديالك، ماشي غير هضره وكلام، ماشي غير فمك وصافي، تامني من اعماقك انك كتستاهلي اي حاجه زوينه، وكتستاهلي الاحسن في العالم كامل وفي الدنيا كامله. علاش؟ لانك تستاهليه بالدرجه الاولى، لانه الله سبحانه وتعالى خلقك، وبدرجه انه غير خلقك انك خرجتي لهذه الحياه الا وانك تستاهلي انك تكوني معززه ومكرمه فوق الارض. تالي حاجه انه انتي كأنثى خاصك تطبقي الفطره ديالك، وهي انك تكوني مستحقه لاي حاجه تلقيتي الخير كتستحقيه دائما، وتلقاي غير الخير، ما عمرك غتستحقي الشر لانك ما تستاهليش، ولان الفطره ديالك ماشي ما كتلقاش الشر. الفطره ديالك كتلقى الخير والوفره وكل حاجه زوينه. فكيف ما قلت لكم الا لقيت واحد البنت عندها واحد المستوى عالي ديال الاستحقاق، واحده اخرى ما كنلقاهاش بحالها، واحده اخرى نقدر نلقاها انها كتشوف الدنيا كحله وما عندها حتى حاجه في الدنيا، وانها ديجا داكشي اللي واصله ليه راه كيجيب ليها الله بحال راه ما كتستاهلوش، راه وصلت ليه واقيلا غير بالصدفه. وفي حين انه الصدفه ما كايناش، يمكن اننا نقولوا الحظ بصفه بواحد النسبه كبيره جدا راه ما كيكونش. فلهذا شنو هي الخطوه الاولى اللي غديريها باش ترفعي استحقاقك كأنثى وباش تدخلي للعام الجديد وانتي كلك طاقه ايجابيه، وانتي مبدله حتى المعايير ديالك والتفكير ديالك والبرمجه ديالك الدماغيه؟ اول حاجه غادي نوصيك عليها باش تبداي في مسار الاستحقاق وهو احترام النفس. غتقولي فيروز كيفاش غنحترم نفسي؟ احترمي نفسك وقدريها وحطيها فوق راسك، والا الكرامه ديالك ما تقاش. فالمقصود بانك تحترمي راسك انك ما تقبليش باي حاجه كتقلل من قيمتك ولا كتمس كرامتك ولا كتقيس راحتك النفسيه. هذا الشيء المعايير ديالك شي حوايج ديريهم فوق راسك وما تقبليش بهم كيف ما كان.
بغض النظر على الظروف اللي كدوزي منها، وبغض النظر على المحيط ديالك، وبغض النظر على الناس اللي معاك، وبغض النظر على الوضعيه الماديه ديالك ولا النفسيه ديالك، ما تنازلش على هذا الشيء. ف المقصود ايضا من احترام النفس هو انكم حتى في واحد الوضعيه الا فجاه كتوقع لينا، لا في الخدمه لا مع الناس اللي دايرين بينا، الا في واحد الوقيته حسيت براسي انني كنت استغل من طرف هذوك الناس، ولا انني تظلمت، ما نسكتش، ما نخليهاش في قلبي، يعني بهذا المصطلح هذا، لانه كثر علينا الناس حجر وطوب. الناس ما يمكنش اننا نعرفوا شنو ضامرين لينا في قلبهم، شنو كيفكروا تجاهنا. ملي نحس بانني تظلمت، ولا نحس براسي انني تقاصيت في واحد الحاجه اللي ما خاص شي واحد يقاصني فيها، ما نسكتش، ما تخليوهاش في قلبكم البنات. دائما هاد الشيء راه كينعكس على الطاقه النفسيه ديالكم، كينعكس على النفسيه ديالكم سلبا، وكنعاودوا نرجعوا عاوتاني مراحل اللور. فإلا كنتي اليوم بغيتي تبني الاستحقاق ديالك على الصح، فرضي الاحترام ديالك واحترمي النفس ديالك، وما تخلي حتى حاجه تمسها. ضروري هذه النقطه هذه البنات، راه هي حجر الاساس في هذا الموضوع كامل. تحترمي راسك غيحترموك الناس. نفرض النفس ديالي ما عجبتني شي حاجه نقولها، شي حاجه تمسات كرامتي ولا تهانيت ولا تظلمت، نقولها وما نخليهاش في قلبي، واللي بغات توقع. ومعنا الله سبحانه وتعالى انا اكيده انه غيوقع كل خير. فلهذا الخطوه الاولى والمهمه واللي حطيتها يعني في الطوب ديال لا ليست، هي انك تحترمي النفس ديالك. النقطه التاليه وهي انك انت كانسانه يعني باغا تحافظي على الاستحقاق ديالك، كتشوفي انك تستاهلي كل خير. نطور راسي، نطور دماغي، نكون على قدر من الثقافه، نكون يعني كنتعلم شي لغه اخرى باش نحاور ناس، نكون يعني عندي واحد الباجاج باش انه الناس ما تلقاش فين تلوي ليا دراعي، وانني كنشوف انني كأنثى وكإنسانه كنستاهل، وخاصني نكون يعني على واحد القدر ديال الثقافه، وعلى واحد القدر ديال تطوير المهارات. لانه يعني دائما حنا ما كنحبسوش من القرايه، راه ما تاخذوش انه لا صافي انا كبرت، لا صافي انا ساليت، لا الخدمه ما كنساليش. واخا ما تساليش الا وغتسالي، وغتكون عندك واحد الساعتين ولا واحد 3 ديال السوايع خاويه ما غديري فيها حتى شي حاجه. نبدا دي فورماسيون جداد، نقرا لغه جديده، نتواصل مع ناس اجنبيين عليا، نهضر مع ناس اخرين، نشوف ناس اخرين كيفاش كيفكروا، نسمع دي بودكاست. دائما تطوير الذات ديالك راه هو السلاح ديالك في الحياه كامله، وهو حتى هو من الحاجه الاساس في مسار ديال الاستحقاق ديالك في الدنيا كامله. نطور راسي، ما نحبسش من القرايه، ندير دي فورماسيون، ندير دي كور، نشوف شي حاجه، نسول ناس، نسمع ناس، نشوف ناس كيفاش كيهضروا، نشوف وجهات النظر ديال ناس اخرين، نحاول نتقبل هذوك وجهات النظر ديال ناس اخرين. فراه شحال مره كنكونوا غير غاديين مثلا في الزنقه، ولا كتلاقاي مع واحد الناس، ولا كتلاقاي مع واحد الناس في واحد المجمع، كتشوفيهم كيفاش كيهضروا، كتشوفيهم كيفاش كيناقشوا الامور، كتشوفي وجهات النظر ديالهم اللي بعيده كل البعد على وجهات النظر ديالك. ف كتولي كتشوفي يعني الحياه بواحد المنظور اخر، وانتي مع هذاك الشيء كتطوري النفس ديالك، كتطوري راسك، كتطوري يعني المهارات ديالك، كتطوري يعني الاستجابه الدماغيه ديالك حول هذاك الموضوع كيف ما كان. فهذه نقطة مهمة بزاف. دائما طوروا راسكم البنات، دائما تكوني مشغولة بشي حاجة، دائما كتقراي شي كتاب، كتقراي في واحد السوجي، كديري واحد الفورماسيون، كملتي قرايتك، كتزيدي الماستر ديالك، كتزيدي الدكتوراه ديالك. يعني دائما ما نبقاش مربعة ايدي، لانه هذا السر ديال الاستمراريه ديال الانسان في الحياه كامله، هو اننا نطوروا الذات ديالنا بالقرايه، بالكتوبه، باي حاجه اللي كتزيد بينا القدام. هادشي كيعزز المكانه ديالك الاجتماعيه. لاحظوا معايا انه الناس اللي كيعرفوا يهضروا في مواضيع بزاف راهم ما كيسكتوش، واخا كنقولوا انهم ما كيسكتوش، ولكن راه فين ما حطيتيهم غيقضيو لك الغرض، فين ما هضرتي معاهم غادي يهضروا في كل شيء. يعني عندهم شويه من الثقافه، من سبور، عندهم شويه من السياسه، عندهم شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا. هادشي كيعلي حتى القيمه ديالك والمكانه ديالك الاجتماعيه بين الناس. ماشي انك كتهضري مثلا كتكونوا في وسط واحد المجمع الناس كيهضروا انت غير ساكته كتشوفي فيهم ان ما عندكش واحد الخلفيه على هذاك الموضوع هذا. فما نبغيكش تكوني هكا، ما نبغيكش الا كنتي غادي تبداي معايا في مسار الاستحقاق، ما نبغيش انه يكون راسك خاوي. النقطة الثالثة اللي غادي نهضروا عليها وهي حب النفس. حبي راسك وبغي راسك قبل ما يبغيوك الناس. هنا نقطة أخرى هذه كتختلف على أنك تحترمي راسك. فشحال من الناس ما كيبغيوش راسهم، شحال من وحدة راه غير المونولوج ديالها مع راسها كيكون فيه شي حوايج اللي يعني كنتأسف ليهم، يعني غير بينها وبين راسها تقولك
وانا ما درت والو، انا ما وصلت والو. هادشي راه هاد البنات هادشي راه كينعكس على الطاقه ديالك، كيفاش كيشوفوك الناس. كنتي كتهضري مع راسك بواحد الحب وبواحد الامتنان، ومره كطبطبي على راسك وكتقولي انا كنبغي راسي، وكتسبقي راسك على شحال من حاجه، كوني اكيده ان هادشي كيبان للناس. اما الا كنتي بينك وبين راسك عندك هذاك جلد الذات، لا كان خصني ندير، لا كان خصني ندير وما درت، وانا راه ما في يدي والو، انا واخا يعطيوني هذاك البروجي ما غندير فيه حتى شي حاجه، انا ما غنديرش. كوني اكيده ان هذاك الشيء حتى هو عاوتاني كيبان برا، وكيخليك عاوتاني تهبطي الاستحقاق ديالك، وكيبان لك راسك انك ما كتستاهلي حتى حاجه، وانك ما كتستاهلي حتى حاجه، وما دايره حتى شي حاجه في حياتك. واخا يكون عندك بوست مطرطق وصالير مطرطق، يبان لك راسك صغيره قدام شحال من واحد اللي هما قل منك، لا ثقافيا، لا في الخدمه، لا في زعما في المستوى يعني الثقافي، كتشوفي راسك صغيره بالرغم من انك انت احسن منهم وبزاف كاع. غتبان لك راسك ديما انك صغيره، وانك محقوره، وانك ما كتستاهليش. ماشي حتى محقوره من عند الناس، راه انت حاقره راسك، وهذا الشيء كيبان للناس بطبيعه الحال. فلهذا بغي راسك، حبي راسك قبل ما يحبوك الناس، احترمي راسك قبل ما يحترموك الناس، لان هذا الشيء كيبان وكيتجلى في الواقع وفي الحياه الماديه ديالنا. لان نردوا البال لهذا الشيء. دائما الحوار ديالك مع راسك يكون زوين، يكون محترم، يكون لطيف، باش تنتي تحافظي على النفس وديالك، وباش انك يعني تمشي في الحياه ديالك كيف ما يجب. لانه شحال ديال الناس كيهضروا مع راسهم بطريقه خايبه، ما كتحسي بهم، ما كيحترموش راسهم. يعني راه مباشره انا غنشوف انسانه غنعرف راسها مثلا ما كتبغيش راسها ومقلله من راسها ومن الشأن ديالها، واخا ما عرفت فين تكون، داكشي راه كيبان ليا وكنحس به وكيحسوا به الناس كاملين. فلهذا نردوا البال لراسنا، نبغيو راسنا قبل ما يبغيونا الناس، لانه احنا فينا السر. يعني الله سبحانه وتعالى حنا الانسان وضع فينا واحد السر، اننا حنا كنبغيو راسنا، واننا نحبوا راسنا قبل الناس، لانه هادشي غينعكس وهادشي غادي يبان. فلهذا احترمي راسك وحبي راسك وبغي راسك وكرمي راسك كيف ما الله سبحانه وتعالى كرمك. كرمي راسك وبغي راسك وحبيها، وما تديهاش للتهلكه، وما تديهاش لشي حاجه اللي هي خايبه. النقطة الموالية واللي هي مهمة حتى هي بزاف، هو يكون عندك كيف ما قلت لكم في الأول ديال البودكاست، يكون عندك واحد الإقرار وواحد الإيمان داخلي أنك تستاهلي كل خير في هاد الدنيا. تستاهلي خدمة زوينة، تستاهلي صالير مطرطق، تستاهلي راجل واعر نيت بفلوسه بدارو بطوموبيلته وبالطياره ديالو بما عرفت اشنو. تستاهلي انك يعني تجيبي يعني نقاط زوينين في الامتحانات، تستاهلي انه امورك تكون ميسره مع الناس، تستاهلي انك تعرفي على ناس زوينه، تستاهلي تكون عندك واحد العائله مباركه وزوينه ويعني دائمه، تستاهلي واحد الزوج دائم اللي ماشي يرجعك اللور ويعفط عليك، تستاهلي واحد الراجل اللي يديرك فوق راسه، والا ما هزك هذا الكتف يهزك الكتف الاخر. تستاهلي كل حاجه زوينه في هذه الدنيا، وانه تستاهلي الوفره وتستاهلي الفلوس وتستاهلي اي حاجه، لانك يعني احنا عندنا رب كريم. احنا ما نساوش انه راه معنا الله سبحانه وتعالى، ماشي بوحدنا. احنا ماشي بوحدنا، انا ماشي بوحدي وانتي ماشي بوحدك، معنا الله سبحانه وتعالى. فشكون احنا اللي غادي يعني نكبروا يعني الاهداف ديالنا قدام الله سبحانه وتعالى؟ كوني مستحقه هذا الشيء، وقولي انه مع الوقت ربي سبحانه وتعالى غير رزقني اي حاجه بغيتها، لانني كنستاهل، ولان ربي ما ناسينيش. هاد النقطه هذه مهمه 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 بزاف، وان ربي سبحانه وتعالى راه خلق الانسان وكرمه وخلاه انه يستاهل انه يعيش احسن عيشه. فشكون انتي ولا شكون انا اللي غادي نقول لا ورا ما نستاهلش ندير هذا الشيء، لا ما بغيتش، لا وقيلا وبزاف عليا هذا الشيء، وقيلا ما بزاف عليك والو، ما بزاف عليك والو يا الحبيبه. حنا كنستاهلوا اي حاجه زوينه، كنستاهلوا الحب، كنستاهلوا الفلوس، كنستاهلوا يعني الطمأنينه، الراحه، كنستاهلوا الجنه، كنستاهلوا التيسير في الدنيا، كنستاهلوا اي حاجه زوينه. فلهذا كوني حنينه مع راسك، حبي راسك، بغي راسك، طوري من راسك، وما تنسيش ان الله سبحانه وتعالى خلقك على الفطره ديالك اللي كتخليك انك تستحقي كل حاجه زوينه، لان الله سبحانه وتعالى كرمنا حنا النساء. فبغي راسك وخلي هاد التكريم اللي عطاك الله سبحانه وتعالى يتجسد ويبان في الحياه ديالك الواقعيه.
وصلت نهايه ديال البودكاست. من يكون بودكاست واضح. هنا دخلنا شويه في امور اللي هي عميقه جدا، فانا عارفاكم اني انا مره كنحاول نهزو شويه الليفل ديال المحادثات والليفل ديال الهضره اللي كنعطيكم، لانه انا عارفه انه الكوميونيتي ديالي والبنيتات والفيروزات الفنات اللي متبعيني على قدر واعي، يعني الحمد لله ولا الوعي ما بين في هذا الموضوع هذا وفي هذه المواضيع كامله حول الانوثه. يعني بغيت انني نهز معكم شويه الليفل. انا متاكده انكم يعني ان شاء الله غادي معايا في الخط ومعايا في المسار ان شاء الله، ونخليكم على خير والله يسهل عليكم كاملين. واللي عندها شي حاجه بغات توصل ليها ولا شي امنيه بغات توصل ليها، طلب الله سبحانه وتعالى ويكون عندك اليقين وتخدمي على راسك. هذه هي الخلطه السحريه ديال الاهداف. تامني براسك، تامني بالله سبحانه وتعالى انه غادي يوفقك، وتخدمي على راسك، ما بقاش مربع يدي. نتلاقاو في بودكاست جاي ان شاء الله. السلام عليكم.